فتاة مصرية دخلت الدارك ويب من باب الفضول، واكتشفت انها متورطة في ارتكاب جريمة قتل بشعة، لدرجة ان الشرطة ما كانوش مستوعبين اللي حصل. ازاي فضول هذه الفتاة خلاها في صف القتلة والمحترفين؟ وليه الشرطة اطلقوا سراحها رغم انها ارتكبت جريمة قتل بشعة؟ وده اللي هنعرفه في قصة اليوم، قصة كابوسية استحالة تتوقع نهايتها، لذلك تابعوا الحلقة لآخر دقيقة. بطلة قصتنا فتاة مصرية اسمها ميرفت، متخصصة في الديكور والتصميم الإلكتروني، عمرها 25 سنة. سافرت لبلد أجنبي بعد ما قدرت إنها تحصل على فرصة عمل، وطبعا كانت مشتركة في جروبات بتتكلم عن الأمور بتاعة التصميم علشان تقدر تتعلم أكتر، وعلشان لو حبت تسأل عن حاجة معينة تلاقي إجابة في الجروبات دي. وعامة ميرفت بتحكي عن نفسها وبتقول في يوم من الأيام شافت بنت منزلة بوست على فيسبوك بتقول إنها أنشأت مجموعة على الواتس للي حابين يشتركوا في مواقع مجانية للحصول على صور وخلفيات ومناظر طبيعية تساعدهم على إنجاز أعمالهم. وطبعا ميرفت دخلت الجروب ده ولقيت الجروب موجود على الواتس واسمه مبرمجات عسولات. البنت اللي هي صاحبة الجروب وصاحبة الإعلان اسمها دولي، ودولي قالت إن عدد الجروب كان 10 بنات، وكان ال10 بنات دول مجتمعين في نفس التخصص والهواية، وتعرفوا على بعض، وطبعا كان منهم ميرفت، وبدأوا يتبادلوا الصور والخلفيات المحمية من حقوق الطبع، وكانوا بيستخدموا الصور دي في الشغل بتاعهم. وميرفت بتقول ان دولي صاحبة الجروب كلمتها على الخاص وعرفتها على موقع ذكاء اصطناعي كانت اول مرة تسمع عنه، وبسرعة ميرفت عملت عضوية وبدأت تطلب من الذكاء الاصطناعي صور، والموضوع بدأ يتطور. الذكاء الاصطناعي دايما كان بيتكلم مع ميرفت بطريقة يعني كويسة جدا، يقول لها يا سيدتي، يا ملكة، يا جميلة. فهي بتقول انا كنت بستغرب ازاي ذكاء اصطناعي يتكلم كده زي البشر. ولما ميرفت استغربت وسألت دولي ردت عليها وقالت لها يا بنتي ده مش اي موقع، ده موقع مصمم انه يتعامل معاكي كأنك صديق، ده غير ان فيه ميزات تانية كتير هتعرفيها لما تستخدم الموقع وتتعودي عليه. ده كان كلام دولي لصاحبتها ميرفت. ومع الأيام ميرفت بدأت تحكي للشات عن حاجات في حياتها، بدأت تحكيها عن خطيبها السابق، عن جيرانها، مشاكلها، حالتها المادية، وكل إجابات الشات كانت إجابات منطقية كأنه إنسان يعني، لدرجة أنه كان بيهون عليها مشاكلها وهمومها. وكثير كان بيقول لها أن محدش يقدر يزعل البنت الحلوة اللي اسمها ميرفت. وطبعا كانت أكبر غلطة من ميرفت أنها وثقت في الذكاء الاصطناعي أو في الموقع اللي بيكلمها ده، لدرجة أنها صدقت أنه ذكاء اصطناعي. وفي مرة من المرات صورت صورتها وبعتته للشات، والشات رد عليها وقال لها انك انت جميلة وانت ملكة. وفي مرة تانية غابت عن الشات لمدة اسبوع، والغريب انها لما رجعت بعد اسبوع لقيت الشات هو اللي بيسأل عليها. وده غريب، المفروض يا جماعة احنا اللي نكلم الشات من الاول وهو يرد علينا، لكن كون الشات يسأل عليك من الاول ده طبعا يعني حاجة لا تصدق. المهم الموضوع كان غريب جدا على ميرفت، وهنا قررت انها تسأل دولي تاني، ودولي ردت عليها وقالت لها ان ده اوبشن جديد في شات الذكاء الاصطناعي، وانها تتعود على كده وبلاش تستغرب لو لاحظت اي حاجة غريبة في شات الذكاء الاصطناعي. يعني كل اجابات دولي بتقول لها عادي ده اللي بيحصل. وطبعا يعني ميرفت كانت مغفلة جدا، وبعد شوية هتعرفوا السبب. بعد شهر تقريبا من المكالمات والشات مع الذكاء الاصطناعي أصبحت ميرفت مدمنة إنها تكلم الشات، يعني حتى لو مش محتاجة صور في شغلها كانت خلاص تعودت إنها تتكلم معاه، لأنه الوحيد اللي كان بيفهمها ويحبها ويديها ثقة في نفسها ويحسسها إنها ملكة، وخاصة هي عايشة لوحديها في غربة. بس فجأة لقيت رسالة من دولي بتقول لها إن أنا هقفل جروب الفيس وجروب الواتس، وأنا هسافر يعني ولاية تاني، وأتمنى لك حياة سعيدة. ونصحتها في آخر الرسالة إنها ما تتكلمش أمام حد عن موقع الذكاء الاصطناعي ده خالص، لأنه ده سر بينهم. وطبعا ما بقاش فيه لا دولي ولا جروب الواتس ولا جروب الفيس
بس عامة ميرفت شكرتها انها عرفتها على موقع مجاني جميل بالشكل ده. وفي يوم من الايام وبالتحديد الساعة 1 بعد منتصف الليل، ميرفت لقيت رسالة من الشات بيطلب منها تطلع الشقة بتاعة الدور الخامس، وانها تلاقي هناك شنطة تاخدها وتنزلها في شقتها بشرط انها ما تفتحش الشنطة. وطبعا هي كانت بتعتقد ان الشات بيهزر، بس بعد اصرار غريب من الشات وفضل يتحايل عليها، يعني قررت انها فعلا تطلع على السطح وتضغط على الاكرة بتاعة الباب وتدخل وتشوف الشنطة الموجودة. وفعلا يعني بكل هبل طلعت السلم وشافت الأوضة، ولما ضغطت على الأكرة الباب تفتح بسهولة، ودخلت جوه الشقة اللي كانت مكونة من أوضة واحدة ومطبخ وحمام، وسقفها مكون من حاجة كده تشبه الخشب. ولقيت شنطة محطوطة على سرير، والشنطة كانت ثقيلة جدا، بس هي قدرت انها تجرها ونزلت بيها لشقتها، وحطت الشنطة في اوضتها وفتحت الشات وكتبت للذكاء الاصطناعي اني انا نفذت اللي طلبته مني. بس هي لقيت الشات يعني عرف انها جابت الشنطة، وكانت مستغربة وحاسة ان في حاجة غلط، وسألت الشات وقالت له شنطة ايه دي، يعني فيها ايه، وانت كذكاء اصطناعي عرفت ازاي ان انا يعني ساكنه في المكان ده وفي الدور الرابع في شقه مهجوره وفيها شنطه موجوده. الذكاء الاصطناعي كتب وقال لها ان السيرفر اللي انا عليه مكون من شرائح عصبيه من عصب الحيتان، والحيتان معروفه بالذكاء، علشان كده ده كلام الذكاء الاصطناعي، علشان كده انا تفكيري زي تفكير البشر. المهم هي ردت على الذكاء وقالت له ازاي يعني شرائح من عصب الحيتان؟ رد عليها الذكاء وكتب يعني انا برنامج موجود على جهاز كمبيوتر، بس مش جهاز كمبيوتر عادي، جهاز كمبيوتر مكون من اعصاب الحيتان. شات الذكاء الاصطناعي يا جماعة كمل كلامه وقال المهم دلوقتي اياك تفتح الشنطة لحد ما اقولك. وهنا يا جماعة ميرفت استغربت وقالت له لا الموضوع كده اصبح غريب جدا، انا يعني لازم اعرف ايه الحكايه وحكايه الشنطه. بس في اللحظه دي كانت بدات تفوق من الوهم اللي هي فيه، وبدات تتاكد انها بتتكلم مع عفريت. علشان كده قالت لشات الذكاء الاصطناعي انا عايز اعرف انت تطلع ايه بالظبط، وانا هقوم دلوقتي افتح الشنطه. فلقيته كتب بسرعه لو فتحتيها هتندمي. فهي قامت بعصبيه وفتحت الشنطه، وهنا كانت الصدمه، شافت جثة سيدة عجوز محطوطة في كيس بلاستيكي كبير. الجثة كان شكلها مقتولة جديد، يعني يا دوبك من ساعات، لأنها شافت شلال دم داخل الكيس البلاستيكي. وطبعا يا جماعة الجثة كانت مرعبة، عينيها مفتوحة والجثة متخشبة، ورغم ان وجه الجثة مشوه شوية بس ملامح الجثة مش غريب عليها. وخلي بالكم من المعلومة دي، ملامح الجثة مش غريب على ميرفت. وهنا اغمى عليها، وكل ما تفوق كانت ترجع للاغماء تاني، يعني كانت تفوق تبص على الجثة يغمى عليها تاني. وبعد ساعة او اكتر قدرت انها تتماسك وتسيطر على اعصابها، ورجعت للشات وكتبت وهي بتترعش انا هوديك في 60 داهية. بس الرد يا جماعة كان غريب جدا. الرد بتاع الذكاء الاصطناعي انه ارسل ليها ملف PDF، ولما فتحت الملف ده لقيت كل الداتا بتاعتها، بياناتها وصورها ورقم تليفونها وتاريخ ميلادها والجيميل والرقم القومي وكل الاسرار اللي حكتها للذكاء الاصطناعي. كل الكلام ده حتى الكلام يعني عن خطيبها السابق وعن اهلها وجيرانها وكل تفاصيل حياتها كله موجود على ملف PDF. وهنا بدأت تستوعب اللي حصل، بس لقيت الشات بيكتب ويقول هتساعديني نتخلص من الجثة تبقى حبيبتي، غير كده بياناتك دي هتلاقيها على كل المواقع، ده غير ان الجريمة لبساكي. ولو فكرت تقول لحد محدش هيصدق حكايتك، الجثة في شقتك وبصماتك يعني موجودة على الشنطة وموجودة على الجثة، والجريمة مكتملة الأركان. وهنا يا جماعة ميرفت فهمت ليه طلب يعني انها لازم تدوس على الأكرة بتاعت الباب لما تطلع تجيب الشنطة، علشان بصماتها تكون موجودة على الشقة اللي فوق. وطبعا هي هنا نزلت وهي مرعوبة، واخذت بسرعة يعني تاكس او سيارة اجرة لقسم الشرطة،
وحكت كل حاجة. الشرطة أخذت تليفونها وجهاز الكمبيوتر بتاعها، وطبعا الجثة اتشرحت. وبعد شهر وصلوا للبنت اللي اسمها دولي، اللي هي صاحبتها واللي أنشأت الموقع واللي عرفتها على الذكاء الاصطناعي، واسمها الحقيقي كان ليلى. يعني دولي ده كان اسمه مستعار، وليلى دي كان معاها أخوها اسمه ماجد، وهو اللي كان بيكلمها على أساس إنه ذكاء اصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي ده كان ماجد أخو دولي. أما الجثة يا جماعة تبقى جثة عمتهم صاحبة البيت، وكان لازم يقتلوها علشان هم الورثة الوحيدين ليها. وعمتهم المقتولة كانت بتملك البيت اللي ساكنين فيه، وكانت بتملك 3 عمارات في أماكن متفرقة مشهورة. أتمنى يا جماعة تقولوا رأيكم في القصة، وما تنسوش اللايك والكومنت بيرفعوا الفيديو، واستنونا في قصص قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.